سعيد الواصل الذي تم تعيينه مديرا للحي الجامعي بطنجة. حنان الرياحي والذي تم تعيينها رئيسا للدائرة الحضرية شرف مغوغة. السيد محمد زريقط والذي تم تعيينه رئيسا للدائرة الحضرية شرف السوان. السيد زكريا الطاحي والذي تم تعيينه رئيسا للدائرة الحضرية جيراري بن مكان. السيد وسيم هاني البراني والذي تم تعيينه رئيسا للدائرة الحضرية مرسى الخير المجمع الحسني. السيدة حورية بن صيق والتي تم تعيينها باشا لمدينة. السيد محمد سعيد التايهي الوردي والذي تم تعيينه قائدا للمحافظة الإدارية السابعة. السيد ياسير مشان والذي تم تعيينه قائد للمحافظة الإدارية السابعة مكرر. السيد المهدي الحوضي والذي تم تعيينه قائدا للملحقة التاسعة مكرر. السيد نوفل فتحاوي والذي تم تعيينه قائدا للملحقة الإدارية العاشرة. السيد ياسير بالقيد والذي تم تعيينه قائدا للملحقة الإدارية العاشرة مكرر. السيد هشام باتي والذي تم تعيينه قائدا للملحقة الإدارية الحادية عشرة. السيد مراد الصنهاجي والذي تم تعيينه قائدا للملحقة الإدارية الثانية والعشرون. السيد مولاي المهدي المكاوي العلوي والذي تم تعيينه قائدا للملحقة الإدارية الرابعة والعشرون. السيد عبد المجيد بن العربي تم تعيينه قائدا للملحقة الإدارية الثانية ببوشوية أكزنايا. السيد يوسف الميامي تم تعيينه قائدا للقيادة دار الشاوي بدائرة طنجة. وأخيرا السيد توفيق الباجة تم تعيينه قائدا للملحقة الإدارية الأولى ببشوية أصيل. اللهم يا رب انصره ولا تنصر عليه، اللهم وفقه للخير وأعينه عليه، اللهم بارك في ولي عهده، اللهم بارك في ولي عهده المولى الحسن، اللهم شد أزره بشقيقه المولى الرشيد واحفظه في سائر أسرته الملكية الشريفة، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. اللهم إنا نسألك يا مولانا أن تبارك في رجال السلطة وعلى رأسهم سيد الوالي على مهامهم، اللهم يا رب رجال السلطة الجدد اللهم يا رب أعينهم على مهامهم، اللهم يا رب ارزقهم التوفيق والسداد. اللهم احفظنا في بلدنا هذا، اللهم احفظنا في بلدنا المغرب الحبيب وسائر إسرائيل، اللهم يا رب احفظنا في المغرب، اللهم يا رب بارك لنا في المغرب، اللهم يا رب احفظنا في بلدنا هذا واجعله بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.